الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات الخمس ورد عدة صيغ، يعني أفضلها كما جاء في صحيح مسلم اللي يقولها 33 مرة، سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فضلها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. في الصيغة نفسها بس تجيب بدال لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله قدير، تقول الله اكبر 34. الصيغه الثالثه تقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا اله الا الله هكذا، لا اله الا الله لا اله الا 25، والله اكبر 25، هذه 100. لكن اقل هذا ما ورد في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عبد مؤمن الا دخل الجنه، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. الخصلة الأولى قال: يسبح الله دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 بالميزان. يعني هذه أقل أنواع التسبيح بعد الصلاة. فيا أخي واظب على التسبيح إن استطعتها ب33، وإلا فلا تترك هذه العشر اللي أقل من قرابة نصف دقيقة تنال الأجر والثواب. اللهم اجعلنا ممن أثنيت عليهم في كتابك بقولك: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واحفظنا واحفظ أهالينا وولاة أمورنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.